السلام عليكم، ازيكم يا صحابي؟ عاملين ايه؟ انا منى ودي قناه منمن احمد. جايلكم النهارده بوصفه حلوه جدا لتفتيح البشره من الشمس. انا عارفه ان انا بقالي كتير مش بنزل وصفات، بس معلش انتوا عارفين بقى ان انا بنزل اشتري حاجات الجهاز بتاعي، وخلاص بقى بشتري في الميك اب وحاجات العنايه وكده. وكنت نزلت معاكم الفيديوهات بتاعه العنايه، وصورت على فكره الفيديوهات بتاعه الميك اب، بس لسه ما نزلتهاش، يعني هنزلها باذن الله. المهم ان الوصفه دي حلوه جدا. بس قبل ما ابدا معاكم في الوصفه، جايلكم النهارده بتعاون، بس تعاون مختلف شويه. يعني كل القنوات، او انا عامه لما عملت تعاونات قبل كده كان تعاون لقنوات على اليوتيوب، لا هو النهارده هيبقى تعاون لصفحه. الصفحه دي على الانستجرام. عايزه اقول لكم يا بنات ان الصفحه دي حلوه جدا. انا يعني انا بستفاد منها بحاجات كتير. بتنزل حاجات حلوة، بتنزل ماسكات، بتتكلم، عاملة كورس اسمه كورس العروسة برضو حلو جدا، دخلت قرأت عنه شوية. بتنزل حاجات كتير حلوة، فانا هوريكم الصفحة بتاعتها، يا ريت تخشوا تتابعوها. هي بنات اسمها لمسات ابداع، والصفحة دي بتاعت بنوتة بتتابعني. انا بحبها جدا، فسلمولي عليها بقى لما تروحوا وشوفوا الحاجات اللي بتنزلها وخشوا علقوا لها. بجد حاجات حلوة وان شاء الله هتستفادوا. بتتكلم عن كذا حاجة، يعني زي الحاجات اللي انا بنزلها عندي على الانستجرام. انا هسيب لكم الرابط بتاع الصفحة بتاعتها تحت في صندوق الوصف، هتلاقوه على الانستجرام. طبعا انت لو عندك انستجرام هتخشي وهتتابعيها. هتدوسي هنا كده، معلش ثواني اهو. انا عشان متابعاها، انتي المفروض ان انتي بتدوسي هنا. هتعجبكم باذن الله بنات الصفحه. وبالمناسبه عايزه اوريكم الصفحه بتاعتي دي الصفحه بتاعتي على الانستجرام، برضو بنزل فيها حاجات ومواضيع تخص الميك اب، وحاجات كتير للعرايس وسكرابات وحاجات كتير حلوه. هي اسمها منمن احمد اهي بنات، وده اللوجو بتاعها زي اللوجو بتاع القناه بالظبط. برضو هتعجبكم، وهسيب لكم اللينك بتاعي وبتاعها تحت. هو كده كده اللينك بتاعي بينزل مع بقية اللينكات، الفيسبوك وتويتر وبقية اللينكات بتاعتي. انا هسيب لكم اللينك بتاعها تحت، واتمنى ان انتوا تخشوا يعني تتابعوها وكده. معلش بقى اذا كنت طولت عليكم. المهم يا بنات، الماسك ده اللي انا جايه لكم بيه النهارده هو مش ماسك قد، يعني هو سكراب. وباذن الله هعمل لكم ماسك بعد الفيديو ده، انا محضراه جنبي اهو. برضو هو للتفتيح. السكراب ده هو صنفرة للبشرة، ومهم جدا ان انتي تعملي سكراب للبشرة طبعا، لانك بتشيلي طبقات الجلد الميتة او التلفة من الشمس او من اي سبب. يعني بتجددي الخلايا بتاعة البشرة، وبتحفزي نمو البشرة، ان هي بتديكي نعومة ونضارة. مهم جدا يا بنات ان انتوا تعملوا سكراب حتى لو مرة واحدة في الاسبوع، بيديكي مرونة وبيديكي نضارة زي ما انا قلت. بيعالج البقع كمان، لو انت عندك بقع في وشك نتيجة حبوب، نتيجة اي حاجة، بتعالجها جدا، وبتجدد الطبقات بتاعتها لحد ما تبقى البقع دي خلاص بقت لون البشرة، يعني ما بقاش فيه بقع. بترجع كمان لون الجلد الطبيعي. طبعا احنا بنعاني من الاسمرار الشمس، خصوصا ان احنا في الحر ودرجة الحرارة بتبقى عالية جدا، بالذات كمان الناس اللي طلعت مصايف، والناس اللي يعني انتوا عارفين بقى المصايف الواحد بيرجع مختلف تماما. بس كده يا بنات، فالسكراب ده هيعجبكم جدا. فيلا تعالوا معايا نشوف هعمله ازاي. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشيروا الفيديو علشان كل البنات تستفيد، وكمان تشتركوا في القناة لو اول مرة تشوفوني. برحب بيكم كلكم، وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. اول حاجة مكونات السكراب معايا سكر ابيض. هو طبعا السكراب سهل جدا، وكل المكونات بتاعته طبيعيه ومتوفره في اي بيت. حتى لو هتشتريها هتبقى يعني بسعر رخيص جدا. اول حاجه السكر الابيض، ده سكر ابيض عادي اللي هو بتاع التحليه بتاعه الشاي. وهحتاج معاه معلقه من العسل، اي نوع عسل، المهم يكون عسل نحل ويكون جودته حلوه يعني. انا بستخدم ده معاكم على طول في الماسكات. تاني حاجه معايا، بس قبل ما اقول لكم تالت حاجه، عايزه اقول لكم ان العسل ده ليه فوائد كتير للبشره، بيجدد خلايا البشره، وكمان بيرطبها وبيديها نعومه.
كمان هحتاج معلقه من اللبن البودر او اللبن السايب، يعني يفضل لبن سايب بس انا ما عنديش لبن سايب دلوقتي فهستخدم اللبن البودر. كمان يا بنات هحتاج معايا ميه مورد وزيت الجوجوبا. زيت الجوجوبا من الزيوت الحلوه جدا للبشره، وممكن لو ما عندكيش ممكن تستخدمي زيت جوز هند او زيت زيتون او زيت حتى لوز حلو، مفيش اي مشكله. كل الزيوت دي بتبقى خفيفه وبترطب البشره حلو جدا وبتنعمها. هتبتدي ان انتي تغسلي وشك كويس قوي. دي الخطوات، بس تعالوا يلا نعمل الماسك الاول. اول حاجه هي معايا السكر، انا بحب استخدم الفرشه دي. هحط عليها معلقه، انا هعمل بكميات صغيره لان انا هستخدمه دلوقتي لوشي بس، فانا مش هحتاج كتير. انتي عايزه تستخدميه لوشك او لايدك او لرجلك، اي مكان بتعاني منه من الاسمرار للشمس او كده. بيفتح البشره حلو جدا السكراب ده. اهو حطيت السكر على اللبن البودر. هقوم جايبه معلقه من العسل، اهو يا بنات. وهحط معلقه من زيت الجوجوبا، ده زيت الكابتن، ده كنت جايباه كان سعره عامل 8.5، ممكن دلوقتي يوصل ل10 جنيه. هي الازازه دي طبعا بتقعد معاكي. انا هحط منه معلقه. بيرطب البشره حلو جدا وبيفتحها وبيجدد خلايا البشره. تمام اهو. وهحط معلقه بسيطه من ميه الورد. الميه الورد دي انا لسه جايباها عشان اللي كانت عندي خلصت. انا كنت بستخدم النوع اللي هو اسمه يمامه، برضو لقيت ده فالراجل شكر لي فيه. وبصوا فوائد مكتوب عليها، الفوائد بتاعت ميه الورد: العناية بالشعر والعناية بالبشرة، وبيستخدم في الشعر والبشرة، مفيد لحالات حب الشباب، مضاد للبكتيريا والالتهابات لانه بيبرد الجلد وخاصة للاطفال. الاستخدامات: يستخدم في عمل الارز باللبن، كمان بيتحط في الاكل وبيتشرب. على فكرة بيتحط مع المية، في ناس بتحب تشرب مية موارد. بس عايزه اقول لكم على حاجه، ان مش كل ميه الموارد بتستخدم في الحاجات دي. ميه الموارد اللي بتكون نظيفه وجودتها عاليه جدا هي اللي بتتحط يعني في الاكل وفي الشرب والكلام ده. غير كده في ميه موارد اللي هي التجميليه دي بتستخدم في الماسكات بس انا جايبه اللي هو النوع. فانا هفتحه معاكم اهو. وهستخدم، هحط معلقه واحده بس. طبعا ميه الموارد دي حلوه جدا، بتفتح البشرة وبترطبها وبتعالج كمان الانتفاخات بتاعة العين. انت ممكن تعملي بيها، انا طبعا بستخدمها على طول بعد كل ماسك وبعد كل شاور، زي ما كنت قلتلكوا قبل كده ان انا بستخدمها. اهو يا بنات، ده السكراب بتاعي. انا طبعا بقلبه كويس جدا، اتمنى يكون التصوير واضح. اهو كده السكراب بتاعي جاهز. اول حاجه طبعا بغسل وشي كويس قوي، وبعد كده يستحسن طبعا ان انتي بتعملي حمام بخار عشان تفتحي مسام الوش، عشان تستفيدي يعني بقدر الامكان من السكراب. حمام البخار ده هتعمليه ان انتي هتجيبي اي حاجه استانلس او المونيا، وهتحطي فيها ميه، وهتحطي فيها شويه نعناع ناشفين او النعناع اللي هو العادي، وهتسيبي لحد ما يغلي. وبعد كده هتقومي حاطه وشك، مقربه وشك شويه، واول ما البخار ده يبتدي يطلع تقومي مقربه وشك. المسام بتاعت وشك كده هتفتحه. كمان تجيبي، يا ريت تجيبي الفوطه وتحطيها، معلش مش بعرف اشرح يعني قوي، بس هتحطي الفوطه على دماغك كده من فوق، بحيث ان انتي تحوطي البخار ان هو يبقى في وشك بس ما يعني ما يروحش.
المهم يا بنات ان انتوا بعد ما تعملوا كده هتقومي بقى حاطه السكراب، هتفرديه على وشك، وبعد كده بحركه دائريه بسيطه خالص هتبتدي ان انت تعمليها من 5 ل10 دقايق بحركه دائريه. بصوا كده يا بنات، اهو انا حطيته. هبتدي ان انا اعمل بحركه دائريه كده من 5 ل10 دقايق، تمام، لحد ما اتاكد ان خلاص الجلد فعلا شرب من السكراب بتاعي. دي حاجه، تاني حاجه ان هو بيعمل عمليه تقشير زي ما قلت لكم، لو في اي جلد ميت بيشيله، لو في اي حاجه بتتشال. بس بعد ما هتعملوها من 5 ل10 دقايق هتسيبوها على البشره كده زي الماسك. بعد السكراب هتسيبوها لمده 5 دقايق، وبعد كده هتغسلي ايدك. بجد يا بنات حلو جدا، وهتلاحظوا مرة في مرة ان البشرة بتاعتكم فتحت جدا. وانصح بيها بالذات الناس اللي راجعة من المصيف بقى ومسمرين، بجد هيفرق معاكم جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم وان انتوا تكونوا استفدتوا. معلش اذا كنت طولت عليكم. وبعد ما اخلص الفيديو ده هصور على طول الفيديو بتاع الماسك، برضو هتستخدموه بعد السكراب، هيدي نتيجة هايلة جدا. واحلى حاجه ان كل الوصفات اللي انا بعملها بتبقى طبيعيه، وعايزه اقول لكم طبعا الحاجات دي انا ببقى مجرباها كويس جدا، ولما بشوف منها نتيجه كويسه بقولها لكم. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش يا بنات تعملوا لايك للفيديو، اشتراك في القناه، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وما تنسوش كمان تشيروا الفيديو بنيه الافاده عشان كل البنات تستفيد. ولو انتي بتتابعيني من على الفيسبوك هتلاقي رابط القناه تحت الفيديو على طول. القناه اسمها منمن احمد على اليوتيوب. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه يا حبايب قلبي.